بعدين لوكاس المتنمر ابن العمدة بيروح يدعو إينيد للحفلة الراقصة وبتوافق. وفي الوقت ده تايلر بيدعو وينزداي للحفلة الراقصة لكنها بترفض وبتقول له معلش كلها أولويات. بعدين وينزداي بتقابل يوجين وبتوري له الصور وبيقول لها الكهف ده أنا عارف مكانه، وبيخشوا الكهف فعلا وبيلاقوا كلبشات جوه متعلقة في الحيطة. بعدين بترجع تاني لاستوديو خافير وبتلاقي قماشة هناك مليانة دم وبتيجي تمسكها كده، لكن خافير بيخش عليها وبيلاحظ إن كان عندها دوافع خفية لما دعته للحفلة الراقصة. ولكن بكل برود وينزداي بتسأله ايه علاقتك بالوحش ده، وبيقول لها شكل الوحش ده كان عمال يطلع لي في أحلامي وكوابيسي فاضطريت ان انا ارسمه، ولكن للاسف بالغلط طلع من الرسمه وعورني في رقبتي. بعدين بيتعصب عليها ويطردها بره الاستوديو بتاعه. بعدين بتاخد الادله وتروح توديها للمأمور عشان يكشف عليها.